بسم الله الرحمن الرحيم. 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 Pak, Mbak, راقي دخل مطعم مهجور وظهر امامه الجن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، ورجعنا لكم بفيديو جديد. شكرا على الدعم بالمقاطع السابقه، مش ضايلين شيء 4000 مشترك، بتمنى تنورونا بزر الاشتراك وحسسوني انه في ناس قاعده بتشاهدني. تحاور تحت في خانه التعليقات على المقاطع اللي قاعد بعرضها، وعشان ما نطول كثير بالكلام لنربط حزمه الامان ونبلش. There's nothing here, and I need to finish this video, so I'm doing it. So, this is a turning board, and I'm فتاة كانت تصور حالها داخل الجيم وهي قاعدة بتعمل التمارين دل الناس اللي قاعدة بتشاهدها علينا بالرياضة اللي كانت تسويها، ولكن فجأة ظهر ظل أمامها بطريقة تقشعر لها الأبدان. صدمة كبيرة تعرضت لها الفتاة من بعد هذا الفيديو، وقالت الآتي: إنها كانت تتمرن بشكل طبيعي وفجأة ظهر الظل أمامها وعلى طول هربت. في ناس كانت تحكي بالتعليقات إنه ركضتها كانت غريبة ومبين إنه التمثيل، فياريت تشاركني تحت في خانة التعليقات إذا كان الفيديو حقيقي أو لا. اجينا للرعب الحقيقي. صياد كان باحد الغابات وقاعد بيصطاد والامور جدا طبيعيه، فحس بتعب وقرر انه ينسحب او يروح لمنزله. لكن قبل ما يروح لمنزله كان في مكان الصيد في حمامات اكرمكم الله، فراح لهناك لحتى يقضي حاجه. لما اقترب من الحمامات سمع صوت فتاه قاعده بتصارخ، فعلى طول طلع جواله بدا يصور ويوثق صوت الفتاه الظاهر. يا وطن What the? Bro. There's nobody in here. يوثق كل اشي للشرطة. الصدمة والاشي المرعب يلي التقطته كاميرا الشاب كانت اموره جدا طبيعية وقاعد بوثق الاشي اللي قاعد بسمعه للشرطة، لانه اتصل بالشرطة قال لهم في فتاة قاعدة بتستنجد فياريت تيجوا. فلما اجت الشرطة مثل ما شفتوا ما كان في اي حدا داخل الحمامات. هون الشاب قشعر جسده من الخوف، وكانت هاي اخر مرة بروح فيها للصيد. فتشاركوني تحت في خانة التعليقات لو تعرضتوا لهيك موقف او صار معك موقف مشابه له، يا ريت تتركنا قصتك تحت في خانة التعليقات عشان اقرأها بالفيديوهات الجاي. شاب كان جالس بمنزله والامور طبيعية، فجأة بدا يسمع صوت اخوه قاعد بيلعب مع حدا، والصدمة والاشي المرعب انه ما كان غير هو اخوه بالبيت. Papa dulu semain dengan siapa tu? Emily pergi masuk bilik. Masuk bilik dulu. Assalamualaikum. شعريرة صابت الشاب من بعد هذا الفيديو. كان قاعد بوثق لحظة ظهور الجن وقاعد بيلعب مع الطفل. لما راح لحتى يشوف مع مين قاعد بيلعب، الصدمة انه ما كان في حدا من الاساس. فوين راح؟ مين الشخص اللي كان قاعد بيلعب؟ هو الجن بيلعب مع الاطفال؟ يا ريت تشاركونا تحت في خانة التعليقات. يا ولد هذا ما بعد فوجئته الساعة 12 بالليل، سودتونا انتم كل ساعة تقولون مسكون مسكون يخوف. يا ولد فوجئته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله 5 سنوات يا رب. مطعم دانا الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم.
عراقي داخل مطعم مهجور. بالفعل شاب عراقي قرر يدخل لأحد المطاعم المهجورة لأنه كانت كثير ناس بتسمع أصوات مرعبة داخل المطعم، فدخل للمطعم وبدأ يستكشف فيه والأمور جدا طبيعية وما كان في أي حدث مرعب، ولكن صارت لقطات مرعبة وظلال وظهور للجن بدون علم الشاب. دخل للمطعم وبدأ يستكشف فيه والأمور جدا طبيعية، ولكن فجأة ومن العدم بدأت تظهر أصوات جدا مخيفة ومرعبة، أصوات تقشعر لها الأبدان تستدرج الشاب العراقي لأحد الغرف. لما اتجه لها الشاب لحتى يوثق ويصور الجن انصدم وتفاجأ بأنه الجن موجود داخل المكان، وأساسا الجن ظهر أكثر من مرة، لكن الشاب من الخوف ما كان مركز بالأشياء اللي كانت ظاهرة أمامه. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 ولكن بنهاية المغامرة وبنهاية الفيديو ظهر للشاب الجن، وهون على طول حط اجره وهرب. سيرة العراق فقربت مباراة الأردن والعراق، ويا مرحبا بأهل العراق بالأردن. اكتبوا لي بالتعليقات قديش تتوقعوا نتيجة الأردن والعراق، يا ريت تشاركوني تحت في خانة التعليقات. أنا بتوقعها 3-2 للأردن، بما انه كثير منكم طلب مني المغامرات للشاب الآسيوي، فابشروا بالكثير من المغامرات، وهاي المغامرة واحدة من المغامرات اللي جدا مخيفة ومرعبة. Siapa? Anjing gila men. Dia ngelayang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak. 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 Siapa? Mbak. Mbak. Aduh, ya Allah. Mbak. Mbak. Anjing, ini luas banget coy. Sumpah ini luas banget. Aduh, gua takut nyasar seriusan. Gua takut nyasar. Ini gua ngeliat ada bola di sini teman-teman. Mbak. Oh, enggak, gua enggak mau ke sana. Ini becek, Cok. Ini becek lembab. Kalau udah lembab kayak gini tandanya penunggu sosok jin makhluk astral itu kayaknya suka banget sama yang lembab-lembab kayak gini. Allahu Akbar. Anjing, gua kaget, gua kira apaan. Gua bakalan coba bermain dengan ini. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan interaksi eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hodamul hodam ya damurruh. لمغامر دخل لمكان مهجور وبدأ يستكشف فيه ويعمل استطلاعات لداخل البيت، ولكن فجأة من العدم بدأ الجن يظهر أمامه بطريقة تقشعر لها الأبدان. صدمات متتالية تعرض لها الشاب من بعد المواقف المرعبة، انسحاب الكرسي، أبواب تتسكر، الجن يتشكل بعدة تشكلات، اقشعر جسد الشاب من الخوف، ما عرف إيش يتصرف أو إيش يعمل. كل مكان يدخله الجن يثبت حضوره، إما بتشكل أو بصوت أو بظلال الجن. من أدرك الشاب الوضع صار خطير وبدأ يحاول إنه ينسحب من المكان، ولكن الجن كان يعطيه أكثر من إنذار، والإنذارات اللي كان يعطيها وصلت حدها، فبدأ الجن يحاول يأذي بالمغامر. هون قشعر جسد المغامر من الخوف، على طول حمل حاله وهرب من المكان. Ini apa, Cok? Dia gerak-gerak loh. Allah. Allahu Akbar. Astaga.
Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Gue bakalan coba samperin teman-teman. Gue bakalan coba samperin. Slow John. Gue merinding cok. Gue merinding. Slow John. Gue bakalan samperin. Anjing, goblok setan. Goblok setan. Anjing, gila. Gak ada akhlak lu. Kalau mau nampak ngasih tahu gua dulu bangke. Gua kaget cok. Seriusan. Minimal maksimal kalau lu mau nampak tuh ngasih tahu gua dulu. Nih. Ajak gua bermain malam ini dengan kalian. Wahai cincin setan yang ada di sini. Gue ngeliat tadi di sini ada yang terbang kuntilanak teman-teman. Dan ini masih luas banget ruangannya. Gue ini muter-muter nggak tahu kemana ini guys. Pokoknya gue jalan-jalan aja, muter-muter aja lah. Siapa? Kok ada kursi? Allah, kursinya gerak dong. Kursinya gerak guys, kursinya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Slow John. Guys, gue minta tap layar, bantu share lagi yuk. Very good, very well, karena kita lagi ada event ya. Kalau bisa kalian terbangin satu orang, satu aja ya. Kasih semangat gue ya, katanya kalian minta gue barbar. Gue bisa lebih menggila lagi ketika kalian kasih semangat gue. Hei buat semua penunggu yang ada di sini. Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman, saya Gicon, Kecam Ribon, menantang dengan lantang selantang-lantangnya. Gue minta tunjukkan interaksi, eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Jikalau kalian merasa terganggu dan jikalau kalian merasa marah sama gue, coba kalian rasukin raga gua, benturkan energi kalian. Lemah. Allahu Akbar. Siapa? Tangga kok bisa jalan sendiri? Gua nggak ngerti guys. Ini tangga tiba-tiba kok bisa jalan sendiri? Sumpah gue gak ngerti teman-teman. Ini tangga loh. Oh gila men, atapnya udah pada bolong di sini guys. Gue gak ngerti guys. Muncul aja lo sini, ha? Muncul aja lo sini, ha? Muncul aja lo sini. Jangan cuman pergerakan doang. Saya Gijon di sini minta perwujudan kalian yang nyata, yang jelas. Jikalau kalian ada di sini dan jikalau kalian merasa terganggu dengan kehadiran gua, coba hadir kalian semuanya, wahai penunggu yang ada di sini. Lemah kalian. Cek sinyal guys, cek sinyal. Allahu Akbar. Aman gak? Cek sinyal guys. Aman gak? Udah aman, seriusan aman. Seriusan ini udah aman. Aman, seriusan ini udah aman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bangga lo. Muncul aja lah sini. Bentar melek cok. Ini apaan coy? Ini apaan cok? Ini hewan apa ya? Ini hewan apa guys? Ini hewan apa cok? Ini gerak-gerak loh. Bentar. Oh, Akbar. Bentar. Ada yang nangis. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
ولكن الجن اكيد ما سمح له. دخول الحمام مش زي طلوعه، الداخل مفقود والخارج مولود. هذا بالفعل العنوان المناسب لهاي المغامرة واللي فيها الجن تشكل بعدة تشكلات. وللعلم هذا الفيديو كان عبارة عن بث مباشر مدته ما يقارب 1.5 ساعة. انا قدرت الخص لكم اياه بهاي المدة. فشاركوني تحت في خانة التعليقات تفسيراتكم وراء كل الفيديو، وايش اكثر لقطة رعبتكم. حط لكم الفيديوهات كاملة، يا ريت تحت في خانة التعليقات تشاركوني ايش اكثر لقطة رعبتك او فيديو ارعبك او خلى جسدك يقشعر من الخوف. والى هنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك، الاشتراك، ونشر الفيديو في كل مكان. لنا اشي ل 4000 مشترك يا عشاق الرعب. شاركوني تحت في خانة التعليقات، تفاعلوا بالفيديوهات. مع السلام عليكم.